ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن احسن مزيل ميك اب انا بستخدمه. في الحقيقه انا عمري ما فكرت ان انا اعمل فيديو عنه رغم ان انا بستخدمه كتير جدا 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 جدا. فالناس اول ما تشوفني انا عاليه فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لشلتنا جيزي اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ويلا بينا نبتدي. طيب هو مبدئيا انا استخدمت انواع كتير من الميك اب ريموفرز، يعني الغالي والرخيص والمشهور واللي مش مشهور واللي بيتباع جوه مصر واللي بيتباع بره مصر. ففعلا اكتر نوع انا استريحت له، احلى نوع وارخص نوع انا استخدمته، حاجه اسمها جونسون فيس كير ميك اب وايبس. بصوا قبل ما اتكلم عن اي حاجه، والله الفيديو ده از نوت سبونسرد، يعني جونسون ما يعرفونيش، بس فعلا يعني المناديل دي تستحق ان انا اعمل عنها فيديو. انا عرفتهم عن طريق ان الميك اب ارتست واحده صاحبتي هي اللي قالت لي عليه، بتستخدمه العرايس عايزه تمسح حاجه او ليها لنفسها، وبتقولي فعلا ده احسن نوع ميك اب ريموفر ورخيص ومش عارفه ايه والكلام ده. وانا لما جبته فعلا من سنه تقريبا فانا ما بقتش اقدر استغنى عنه. حلو جدا انه انا مش بحب الميك اب ريموفرز اللي بتحطيها على القطن وبعدين بعد كده تمسحي فيطلع كتير يطلع قليل والجو ده، لا انا مش بحب الافلام دي. هو الوايبس بتبقى جاهزه بعمل بيها وخلاص. بتشيل الماسكارا الووتر بروف الايلاينر، يعني اي حاجه اي ميك اب حاطه كتير لا يعني بتشيل كل حاجه. واحلى حاجه فيه ان هو بيبقى بتلاقيه موجود في كل حته، يعني هتلاقيه في كارفور بيتباع صباح الفل، في صيدليه اي صيدليه جنبك، فان هو يبقى افيلبل جنبينا في اي حته ده حاجه حلوه. بلس ان هو سعره مش غالي، يعني انا فاكره ان انا اخر مره جبته ب 35 جنيه، فمش عارفه هو زاد ولا لا، بس 35 جنيه اتس فاين. يعني بالنسبه للميك اب ريموفر بدل ما نشتري حاجه ب 200 جنيه وب 300 جنيه ده تمام وبيعمل العمل. وعلى فكره هو بيقعد معايا كتير، يعني مش بيقعد معايا فتره قصيره او كده. فانا قررت ان انا اقول لكم عن الموضوع ده لانه فعلا من الحاجات المظلومه معايا ان انا عمري ما بتكلم عنه في الفيديوهات رغم ان انا ما بعرفش استغنى عنه. ويا رب اكون افدتكم في الموضوع ده. وللناس اللي بتسالني على لينك الانستجرام بتاعي، بعد ما الفيديو ده يخلص هكتب لكم لينك الانستجرام بتاعي واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.